يا سلام يا أخي، والله القصة دي عجباني عجب شديد خالص. بيحكي قال حصل نقاش بينه وبين واحد قبل سنة وحاجة في الواتساب، نقاش أكتر من عادي. بس هو قام شخصن الموضوع وزعل مني ونشر رقمي في الجروبات على أساس إنه أنا بنت ومنزل صورة وكده. جاتني كمية من الرسائل وبلاوي ما يعلم بها إلا الله. لكن من ضمن كمية الرسائل دي في رسالة واحدة لفتت انتباهي. الرسالة دي رسالة لي واحد بيقول لي فيها السلام عليكم، بغض النظر عن انك ناشره صورتي والرقم بتاعك وما عارف الاسباب اللي وصلتك لكده شنو، انا شاريك بالحلال ومستعد اقابل رجالك ومن غير ما اعرف ماضيك شنو والحصل شنو. ولو جد انت عايز السترة وبيت الحلال توبي وترجعي لربنا، وانا ما بسألك من حاجات فاتت وما عايز اشوف شكلك ذاته. شوف واحد من نهرك يتكلم معاي في الموضوع ده وما عارف اذا انت بتصدقي ولا لا. ده يا هو الرقم عندك، خلي واحد من نهلك او واحد من رجالك يتصل علي يخش علي من غير تفهمي انه انا لقيت رقمك كيف. سبحان الله، يعني من طريقة كلامه حسيت انه الزول ده جادي وزول صادق وداير الخير والسترة. كنت اتصلت عليه وداني مغلق، خشيت عليه في الواتساب قلت له يا اخي اتصلت عليك تلفونك مقفول. قال لي ده رقم السودان وانا عامل بيه واتساب، بس دقيقة اتصل عليك برقمي العالمي. فعلا اتصل ولما رديت ليه لقاني راجل قال لي بسرعة كلمتك. قلت له دقيقة يا مولانا، تكلمت معاه وسلمت عليه وشرحت له الحاصل انه انا ولد وحصل نقاش بيني وبين واحد وعمل فيني الحركة دي ونشر رقمي على اساس انه انا قاعد يضحك ويستغفر ومن اسلوب واضح انه زول ملتزم. قلت له موضوع العير زي انت كنت جادي فيه؟ قال لي والله كنت صادق شديد وقلت استور البيت واخذ فيها الثواب. هنا انا تكيفت من الزول ده كيف شديد، خلاص تكيفت منه اكتر من الاول. قلت له طيب اشوف لك عروسه ملتزمه كده، رايك شنو؟ قال لي طوالي ما في مشكله في انتظارك. بالصدفه سبحان الله دخلت علي واحده من الاخوات ملتزمه وكانت بتخش طوالي تزعلني كثير من حاجات، يعني احنا ما بيننا اي تعارف لكن تزعلني من حاجات دينيه، بس كانت عباره عن اسئله دينيه واجابه بس، والموضوع يتقفل عليه كده. المهم يوم من الايام طرحت لها الفكره وقلت لها يا اخي انه في واحد حاليا مقيم في السعوديه عايز له عروس وانسان جادي وملتزم. قالت لي طوالي بس عنده شروط، اهم شيء يقابل اهلي ويتكلم معاهم وما يحصل الا الخير. قلت لها خير. فعلا شالت رقمه وودته لاخوه الكبير وانه في واحد متقدم له وعايز بالحلال وموافق، وتواصل معاه والامور مشت تمام والحمد لله لحد ما ربنا تم عليهم على خير. وانا متابع معاهم كل التفاصيل دي لحد ما اتلموا والحمد لله، ويتلموا في قفص واحد ويختفوا مني على كده. الليله بالعصر لقيت منه رساله يبشرني انه زوجته ما شاء الله تبارك الله ختمت المصحف، حفظت القران الكريم، وهو اصلا يعني الحمد لله خاتم القران يعني.